هذا إرث رائع، وأنت أول منتخب عربي يصل إلى هذه المرحلة. تحدثنا إلى المشجعين في الملاعب وخارج الملاعب وفي المنطقة، وهم يحتفلون في جميع أرجاء الوطن العربي وفي جميع أرجاء العالم. كيف يشعركم هذا الأمر؟ ما هي رسالتك إلى مشجعيكم وخاصة في المنطقة؟ أنا فخور بي وبفريقي وببلدي لأن نصل مع المغرب إلى هذه المرحلة. نعم، نحن أولا نمثل الشعب المغربي، هذا بلدنا، وكذلك لدينا شعبنا الكبير، وكذلك نحن أول منتخب يصل إلى هذه المرحلة، ونحن كذلك أفارقة، وكذلك تشعرون في وسائل التواصل الاجتماعي وتشعرون هذه الأجواء الإيجابية. هناك ليس بلد واحد تؤازرنا بل قارة، وكذلك الشعب العربي برمته يؤازرنا. وأنا أظن أن المشجعين سوف يؤازروننا ويشجعوننا لكي نصنع التاريخ مع بعضنا البعض، وهذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا، ولكننا لا ننسى أننا نلعب لبلدنا في المقام الأول، وبالتالي نشعر ونحن نستشعر بهذه الأجواء الإيجابية من الشعب العربي والمغربي والأفريقي. الكثيرون يشجعوننا، الحمد لله على ذلك. Coach Walid? Yes. Over here, Mark Gleeson from Reuters. I wanted to ask you about المدرب. أود أن أسألك عن الإصابة أمربات، وإن كنت ستخسر لاعب مثله كم ستكون هذه ضربة موجعة لكم؟ نعم، في بداية هذه البطولة كثير من الإصابات، كثير من الحالات المرضية. لقد لعبنا الكثير من المباريات، نحن لسنا 100% في الفريق، ولكنني أنا فخور بذلك لأن أحد لم يشاهد أحد المنتخب المغربي في كامل قوته 100%. الآن عندنا هاجارد، وسوف ننتظر غدا إن شاء الله إن كان سيتمكن أن يلعب أم لا. ولكن كما قلت أنه في بداية هذه البطولة 26 لاعبا، ولكن لا يوجد أي منتخب ولا يوجد أي منتخب لعب بكامل قوته، ونحن كذلك واجهنا نفس المشكلة. سنجد لاعبا بديلا ربما يقدم أفضل ما عنده لأجل الفريق. هذا الأمر المهم، هي الروح بين الفريق وليس الفريق المتفرد. بالتأكيد هو لاعب مهم جدا في الدفاع، ولكن لدينا ياميك وبنون ودارين وكلهم قادر على أن يؤدي هذا الدور إن شاء الله. موقع لو 360 كيفاش كتشوف الحالة البدنية ديال اللاعبين وجاهزين؟ مرحبا. السؤال للمدرب، كيف ترى الحالة البدنية للاعبين خاصة بعد المباراة مع الإسبان، إذ لعبتم أكثر من 120 دقيقة، وأنت كلاعب كيف تشعر الآن بأن هذا أول كأس عالم لك، وخاصة علاقاتك مع بونو على وجه الخصوص؟ الجواب فيما يتعلق الأجواء استثنائية، الشعور استثنائي. نحن وصلنا إلى ربع النهائي في كأس العالم، وهذا بالنسبة لي شرف عظيم، والحمد لله نحن كنا ناجحين وقد أسعدنا المشجعين المغاربة، ونتمنى أن نسعدهم مرة أخرى. سنكون أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى تلك المرحلة. أظن أن مباراة الغد ستكون صعبة جدا. الأمر فيما يتعلق بعلاقة الصداقة بيني وبين بونو وباقي اللاعبين في الفريق، نحن جميعا أخوة، وهذا الفريق والحمد لله وبكل صراحة الجميع يتصرفون وكأننا عائلة واحدة وأسرة واحدة، سواء كنا في الملعب أم لا. أهم ما في الأمر هو أن نحقق النجاح. نعم، بالنسبة للوقت الإضافي عندما يتعلق الأمر باللاعبين، نعم هم متعبون مجهدون يتعرضون لإصابات، وأنا أكرر الأمر ذاته منذ بداية هذه البطولة ولن أخفي هذا الأمر. إن أردنا أن نصل يجب على الجميع أن يكونوا مرتاحين، وعلاقتنا مع اللاعبين ممتازة، وبالتالي يمكن للاعبين أن يستمروا ويواصلوا التقدم في هذه البطولة. نعم، اليوم
هذا أمر مهم بالنسبة لنا. هذه الرسالة الجوهرية بغض النظر من يلعب على أرض الملعب. نحن سنبذل قصارى جهدنا، لن نبحث عن أعذار هناك من هو غائب أو غير غائب. كلا، اليوم الجميع إن كان اللاعب جاهزا ومستعدا فسيلعب، وإلا فغيره سيحل محله، وعلى الجميع أن يبذل قصارى جهده. نحن هنا في مهمة. أنا بدأت هذه البطولة وعندنا إصابات، وهذا ما قلته. لقد كان هذا أداء استثنائيا. أنا قلت ما لعبت المغرب ب100% من مستواها، وهذا يبين ويثبت التقدم الذي حققناه. وكذلك لاعبين سوف يقدمون أفضل ما عندهم من أجل بلدهم. السيد وليد، سؤال من قناة الرياضية. السؤال ديالي هي رسالة شفنا في هذا المونديال وفرناندو سانتوس في المؤتمر الصحفي اللي قبل قال على انه اللعابه ديال المغرب عارفينهم على انه السلاح ديالهم هما عائلاتهم والشعب اللي موراهم. حنا غنتحدث على واحد الفئه اللي كتتابع المنتخب الوطني، هما الناس ذوي الاعاقه لي زونديكابي. في المغرب شفنا بزاف ديال لي فيديو، والبارح شفنا واحد السيد في عمره 72 سنه ما كيشوفش، جاو هو ومراته من المغرب باش يتفرج في ليكيب ناسيونال، ومراته كدير له كومونتير ديال شنو واقع في التيران، كتوصف له شنو واقع. شنو هو الميساج ديالك لهذه الفئه اللي عطيتها واحد ليسبوار وعطيتها واحد الامل كبير باش حتى هما يعيشوا هذه اللحظه الاستثنائيه في التاريخ ديال البلاد كامله؟ رساله، هذا سؤال ليك ولا رضا؟ ميرسي. De toute façon, moi j'ai toujours vu une équipe nationale. Elle doit servir elle doit être un porte-drapeau, on va dire déjà sur le terrain. بالنسبة للمنتخب الوطني يجب أن يكون فخورا بأن يمثل بلده. Donc voilà l'objectif pour nous. وهذا يجمع الناس مع بعضهم البعض ونبين هذه المشاعر. هذه أحد أهدافنا. بالتأكيد هدفنا الرئيسي هو أن نحقق الفوز، ولكن الانطباع الذي نريد أن نرسله هو أن نوحد الشعب المغربي حول أمر إيجابي. نحن حققنا كل هذه الأمور ورأينا الطاقة الإيجابية التي يدعمنا الناس فيها، وهو أمر رائع. الناس يشجعوننا وتمكنا من أن نوحد المغاربة وراء منتخب كرة القدم هذا. وأظن أن هذا الأمر أكثر من أي شيء هذا أنفس من المال، وهو أمر رائع. ولكن هذا لا يكفي. نحن نسعد الناس، نجعل الناس يشعرون بالفخر، ولكن ليس هذا سبب تواجدنا هنا. سبب وجودنا هنا ولطالما قلت هذا الأمر هو أن نفوز بالمباريات وأن نصل إلى أبعد المراحل في هذه البطولة. وكذلك يمكن أن نبعث بالأمل والطاقة الإيجابية للشعب وللناس، وهذا أمر رائع. ولكن تركيزنا هو على أدائنا في الملعب، وكما تعلمون هذا أمر رائع للشعب المغربي. رضا يقول لك في حالي ايش يقول لك؟ Morad Moutaoukil pour la chaîne marocaine M24, ici deuxième rang, à ta droite, Walid. Je voulais savoir pour un sélectionneur, est-ce que c'est difficile? السؤال للمدرب، هل يصعب عليكم أن تنزلوا إلى الأرض بعد هذه النشوة والفرحة بعد أن تأهلتم؟ هل الأمر صعب أن نعيد الناس على الأرض وأن نعود إلى الواقعية؟ وسؤالي للاعب، بالفوز سؤال فني، ما هو تعليقك على مقاطع الفيديو والصور التي شاهدناها في جميع الدول العربية بعد فوزكم؟ جميع العرب كما رأينا على منصات التواصل الاجتماعي تقريبا جميع العرب يؤازروننا ويدعموننا، ونحن نعلم أن الشعوب الأفريقية كذلك تفعل أمر ذاته، وهذا يعطينا شحنة إيجابية يمكن أن تدعمنا لكي نواصل إنجازاتنا في كأس العالم. وأنا أشكرهم جزيل الشكر على دعمهم والمشجعين من المغرب وكذلك المشجعين العرب والأفارقة كذلك. Non, bah tu me connais, moi. De toute façon, le nuage, moi, je suis pas encore monté dans le nuage, ça c'est sûr. Donc voilà, on essaie de. كما تعلمون أنا لم أنجر في هذه البهجة وهذه السكرة من الفرحة. نحن هنا من أجل المنافسة، من أجل هذه البطولة. الأمر المهم بالنسبة لنا هي أن نفوز في مباراة الغد، وأن ندون في كتب التاريخ
أظن كلما طال بقاؤنا في هذه البطولة كلما كان الأمر أفضل لنا ولشعبنا، ونحن نريد للناس أن يتفهموا أننا حققنا الكثير، ولكن هذا الأمر لا يكفي. نريد أن نواصل تقدمنا، لذلك علينا أن نثبت أننا يصعب الفوز علينا. أنا دائما أقول لللاعبين نحن لم ننجرف بهذه السعادة العارمة، ولكننا فاجأنا بعض الناس، فاجأنا بعض الإحصائيات التي كانت تتوقع، وتوقعنا إسبانيا أو غيرها، وكل هذه الإحصائيات وهذه البيانات حول الاستحواذ وهذه الحسابات المختلفة جميعهم ظنوا بأنهم يعرفون من سيفوز بكأس العالم. ونريدهم أن يفهموا بأننا متواجدون ونحن متعطشون، للفوز، ولم نفز حتى الآن. هل الوصول لهذا الدور بشكل لم يصل له أي منتخب عربي من قبل حط ضغوط على منتخب المغرب اللي كان بيلعب كل مباراة وكأنها مباراة نهائية بلا ضغوط؟ قالت لك بلي زعما واش المغرب زعما لعب كاع الماتشات بلا ضغط من الاول. لا حنا كنلعبوا بالضغط ديما. حنا عندنا واحد الجمهور اللي كيطلب ديما اكثر من اللي نقدروا نديرو، اي سي نورمال. ملي جينا حتى واحد ما كان كيتمنى نربحوا يمكن ماتش في الجروب، درناها. ابخي بداو كيحلموا ندوزو للدور الثاني، درناها. دابا دوزنا الكارت فينال. دابا كنعرف المغاربه وكنعرف البلاد العرب غيتمعوا نقدروا نديوها، علاش لا. دونك بيان سور عندنا ديك بريسيون، بحال لا بريسيون بوزيتيف بحال اللي كنقول، هذه اللي مهمه. خاصها تدفعنا باش ما تكونش عندنا ديك الضغط اللي ما غاديش يخلينا نلعبوا بالروح ديالنا ونديروا شي غلط اللي غندموا. دونك بريسيون ديما كاينه. كنحسوا ملي اي بلاد عربي وافريقي هما مورانا والمغاربه، دونك باغيين حنا نفرحوهم، وهذا الضغط هذا خصو يكون بوزيتيف. وهذه ستاف ديالي وانا اللي خصنا نحطوا لهم باش هما ملي كيدخلوا يكونوا مرتاحين ويحطوا لو ماكسيموم. سلامة وليد، شكر الكنزالي قناة حنبال من تونس. وليد، المنتخب المغربي عمل الانجاز العربي بالمرور لاول مره للدور الربع النهائي كمنتخب عربي. انا حاب نسالك على المدرب العربي، هل يمكن ان يتغير حال المدرب العربي بعد التجربه بتاعك على راس المنتخب المغربي؟ نشوف مثلا مدربين عربي ياخذوا منتخبات اوروبيه، ربما حتى فرق اوروبيه. هذا السؤال خصك تسقسي سورتو لي ديريجون عربي بعدا اي افريكان. علاش دي زيكيب اوروبيان ولا ديال امريكان ما كيجيبوش مدرب عربي ولا افريكان؟ الأندية الأوروبية لما لا يوظفوا مدربين عرب؟ أظن أن هذا السؤال ثقافي، ربما هي عقلية أو ذهنية. أظن في الوقت الحاضر يصعب على مانشستر سيتي أو برشلونة أن تعين مدربا عربيا. لم يفكروا حتى في هذا الأمر، وكأننا لا نستحق، وكأننا نجهل عالم كرة القدم وغير قادرين على مثل هذا العمل. ولكن هناك وقفات في التاريخ ومحطات في التاريخ تجعل الناس يغيروا عقولهم ويغيروا طريقة تفكيرهم. وبالنسبة لنا كمدربين عرب وأفارقة أثبتنا بأننا جاهزون. تحدثنا عن الإحصائيات، عندما تضع 5 مدربين أفارقة فإنك تملك فرصا أكبر إن كانت النتائج هناك. نعم، هؤلاء المدربين سوف يظهرون ويبرزون. رأينا السنغال والمغرب على سبيل المثال. إذا نعم، المدرب الأفارقة بنتائج عظيمة يمكن أن يثبت ذلك إحصائيا ورياضيا وحسابيا. يمكن أن يتحقق هذا الأمر عندما يتحدثون عن الخبرة. انظر الصحافة. أنا 10 سنوات أعمل كمدرب، لم يغطيني أحد، لم يتكلم عني أحد، وكانوا يقولون هذا يريد أن يدرب في أوروبا وغيرها. نعم، 7 مباريات والآن ربع النهائي. اشرحوا لي هذا، فسروا لي هذه المعجزة التي حدثت. إنها مهارات، الأمر يتعلق بالمهارات، لا يغض النظر عن خلفيتك دينيا أو جغرافيا أو عرقيا. المهارات هي المقياس الوحيد
الوحيد، وسوف نرى إن كنا لا نمتلك المهارات يمكننا أن نغادر. عندما تحدثت إلى رئيس اتحاد كرة القدم قلت أنا إن ذهبت سأذهب إلى كأس العالم، وقال ربما حتى بعد ذلك قال لا 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 لا، إن لم نكن بذلك النجاح سوف أترك العمل. الأمور تختلف، أحيانا يتفاوضون بالطريقة القديمة، ولكن أنا أريد أن أغير العقلية. أحيانا يجب أن نكون صريحين بالنسبة لي. المهارات مهمة جدا. الكثير من المدربين الأفارقة قادرين على أن يدربوا في أوروبا في أندية كبيرة. Benjamin Zumel from Germany, T-Online. I would like to ask you in English. السؤال مطروح. When you look at your last opponent, Spain, عندما في خصمكم الأخير إسبانيا، حيث كانوا استحوذوا على أكثر وقت على الكرة، وكيف يغير هذا خطة لعبكم بالنسبة لمباراة الغد عندما يكون كان عندكم استحواذ أكثر، ولكن تتحدث عن عقلية الجري بالكرة واستحواذ الكرة؟ الجواب نعم، نحن جرينا كثيرا في مواجهة إسبانيا، وبسبب ذلك أنا سمعت الكثير من الانتقادات حول مباراتنا مع إسبانيا، ولكن لم يكن لنا خيار كثير عندما نحن كنا نلعب مع أحد أفضل الفرق في العالم. وإن شاهدنا آخر 20 مباراة خاضتها المباراة، لا أحد قادر على أن يستحوذ على الكرة مثل إسبانيا، ولكن لا أعلم لماذا هذه المباراة بدأوا يقولون أن المغرب كان يدافع كثيرا ويتركون الكرة. ألمانيا كذلك والبرتغال. ولماذا المغرب؟ لماذا الآن يجب على المغرب أن تستحوذ على الكرة أكثر من غيرها؟ لماذا يجب على الأندية الأفريقية أن تلعب أفضل وتبدأ نتباكى على هذا الأمر؟ غدا سنلعب بذات الطريقة التي لعبنا فيها. ربما يمكن للبرتغال أن تستحوذ أكثر على الكرة، ولكن إن تركنا، إن أعطينا كرة إلى البرتغال أكثر، أظنها ستكون غلطة. لذلك غدا إن شاء الله سنكون لنا قوة أكثر في الاستحواذ على الكرة، ولكن عندنا خطة وإن شاء الله سوف نصنع التاريخ. منافع موقعنا في تي في الإلكتروني. أولا كنهنيك على هذا يعني الربع النهائي اللي وصلت له. كما قلتي الحلم بدا كيكبر. هذا يعني المغاربة الحمد لله عندهم غاية أننا نمشي إن شاء الله للدومي فينال، ولكن شنو هي الاشياء التي تخيفك في المنتخب البرتغالي، خاصه ان حسينا من النبره ديال المدرب البرتغالي ان رونالدو ربما لن يكون في التشكيله، لان الطريقه باش كيتكلم المدرب البرتغالي كتعني بانه سيستغني في هذا اللقاء كذلك على رونالدو. شنو هي الاشياء التي تخيفك كذلك في المنتخب المغربي باش نحققوا التاهل ان شاء الله التاريخي للنصف النهائي؟ Pour moi, on va tomber une des meilleures équipes au monde demain. On a un gros challenge. Ça va être un match très difficile. Ils ont de la qualité de partout. Partout, ils ont 2-3 équipes. Ils ont réussi à changer beaucoup de fois l'effectif. Ils vont avoir de la fraîcheur. Est-ce que Ronaldo va jouer? Moi, en tout cas, en tant que coach, j'espère qu'il ne va pas jouer. البعض من لا نعلم ما إن كان كريستيانو سيلعب أم لا، ولا أتمنى ألا يلعب، ولكنه كمدرب هو أفضل المدربين في التاريخ. سيسعدني إن لم يلعب رونالدو، ولكن تركيزنا لن يكون على البرتغال. هذه ستكون غلطة، إنهم متعطشون للفوز، ولكن أظن نحن نتمتع بعدد أكبر من المشجعين في الملعب ويمكننا تحقيق ذلك. لما لا؟ يجب أن نتحلى بالتفاؤل والإيجابية، ولكن الأمر ليس سهلا. يجب أن نتحلى بالتواضع، لا نريد أن ننجرف. حققنا نتائج ضد إسبانيا، هل نحن قادرين على تحقيق ذات الأمر مع البرتغال؟ لا أعلم. أظن أن هذا تحدي يجب أن نضعه على عاتق اللاعبين. هل أنتم قادرين على تحقيق ذلك؟ وسنرى جوابهم غدا. مرحبا سيد وليد. مرحبا رضا. مازلنا في الشارع في قطر ولا ملي كنت في السعوديه، كل الناس كيجيو يسلموا علينا من جميع البلدان، رفعتوا لنا راسنا. هذه شيء قبل من الندوه الصحفيه اللي كانت ديال البرتغال، واحد من الطاقم ديال المنتخب البرتغالي قال لي علاش لابس القميص المنتخب. هذا كيبين بان خايفين منا. اللي بغيت نقول لك، انا عارفك انك اخ ديال اللاعبين كاملين، ودي رساله مني وللجماهير المغربيه، بينكم تقاتلوا.
لان راه سيدنا الله ينصرو نخرج الشارع لابس القميص المنتخب والرايه ماشي حاجه طبيعيه. بليز ماشي سؤال هذه ماشي سؤال، مي هذه رساله. تقاتلوا غيتقاتلوا بلا ما تقولها له. بغيتكم تقاتلوا وتفرحونا، وشكرا لك السي رضا. الله يحفظك خويا. السلام عليكم، جلول تويجر من جريدة المنتخب. ما جاوبنيش غيتقاتلوا قلت لك. سي وليد، شكرا لك، شكرا للمنتخب الوطني لأنكم أسعدتم المغاربة ونفتخر بكم. سي وليد، بغيت نعرف شنو المشاعر ديال اللاعبين المغاربة، وأيضا أنت شخصيا ملي شاهدتوا سيدنا يخرج إلى الشارع مع الشعب مرتدي القميص المنتخب الوطني، رفع الراية المغربية، كيفاش حسيتوا انتم كلاعبين؟ واش هذا ايضا حافز لانه اللاعبين يتقاتلوا ان شاء الله كما قلتي باش يحققوا نتيجة الفوز امام البرتغال وندخلوا للتاريخ من اوسع الابواب؟ شكرا. انا أول حاجة سي اون فيغتي اكسبسيونيل ملي كتشوف سا ماجستي الله ينصرو. أولا وقبل كل شيء هذه مدعاة للفخر عندما ترى جلالة الملك ينزل إلى الشارع ويحتفل مع الشعب المغربي. لقد رأينا هذه المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا بث فينا طاقة استثنائية ودفعنا إلى الأمام. لما لا سنصل إلى نصف النهائي، سوف نجاهد ونناضل من أجل هذا الأمر. إذن يمكننا أن نرى مرة أخرى جلالة الملك وشعبنا كذلك يفرحون تلك الفرحة. Déjà, pour commencer, félicitations pour le travail que vous avez fait en si peu de temps. سؤال أولا تهانينا لكم ونبارك لكم وصولكم إلى هذه المرحلة في هذه الفترة الوجيزة التي قضيتها كمدرب. أنت الفريق الأفريقي الرابع الذي يصل إلى ربع النهائي. البعض يظن بأن هذا يكفي، ولكن أنا برأيي أنتم قادرين على تحقيق المزيد. هل هذه الرسالة التي تحاول أن ترسلها إلى أعضاء فريقك أنك قادر على أن تكسر هذا السقف الزجاجي وأن تتجاوز هذا الأمر؟ الجواب الآن دعونا نتعامل مع كل مباراة على حدة. هذه المرحلة التي وصلنا إليها حتى الآن وعندنا هذا الضغط، ولكنه شعور إيجابي بالنسبة لنا. نحن نريد أن نصنع التاريخ، وهذه هي العقلية التي تبنيناها منذ البداية. نحن مركزين وأداؤنا الكروي كان جيدا. المشكلة التي نواجهها هي أننا واجهنا الكثير من الفرق المتميزة واستنزفوا طاقتنا كثيرا. لقد كانت عندهم فرق أسهل يواجهونها، ولكن نحن لعبنا في مواجهة كرواتيا، بلجيكا وكندا، وكان تقريبا هو أحسن فريق في أمريكا الشمالية، والفرق التي دفعتنا إلى الجري أكثر من غيره. وواجهنا إسبانيا في دور 16، والآن سنواجه البرتغال. هذا التحدي، نحن ليس عندنا ما نخسره. التحدي هو أن نبلي بلاء بقدر ما أبلينا في المباريات الأولى، وبعدها نحن سنكون قد تفوقنا على جميع الفرق القوية. نعم، نريد أن نثبت ونبرهن أن أفريقيا تستحق أن تتواجد في هذه البطولة. المغرب يستحق أن يصل إلى هذه البطولة. لدينا لاعبون راعين، لدينا الاتحاد الكروي خلفنا، والشعب في الواقع القارة بأكملها تساندنا وتؤازرنا، ولدينا كذلك العالم العربي. هناك الكثير من المشجعين والمؤازرين، ونتمنى أن تكون هذه الطاقة، أن نستفيد من هذه الطاقة وأن نوظفها لصالحنا. سوف نبذل قصارى جهودنا، سوف نحاول أن نستمتع باللعب وألا نندم وألا يكون عندنا أي ندم بعد هذه المباراة. إن فازت البرتغال سوف نهنئهم وسوف نتمنى لهم كل التوفيق. مرحبا وليد.
que le Maroc est la meilleure équipe au mondial. في برنامج شاهدته قبل وقت أحد لاعبي الأرجنتين قالوا أن المنتخب المغربي هو أفضل منتخب بسبب العزيمة الموجودة عندهم. هل تشعرون بهذا الأمر؟ أظن أنه من الرائع أن نسعد بهذه الطريقة وأن تسعد بأنك ثالث حارس مرمى. ربما هذا الأمر ليس سهلا. نعم. أول حاجة شوف ملي كيكون أي لاعب في العالم أولا وقبل كل شيء عندما بزاف ملي تيكون في لاكوب دو موند وبالنسبة أي لاعب في العالم يشعر شعورا بالسعادة العارمة عندما يلعب في كأس العالم، ولكن هذا الأمر يجب أن لا يكون. هذه في نهاية المطاف هي لعبة، يجب أن لا نخاف. أنا لا نخاف، يجب أن تخاف إن لم تكن مستعدا منذ بداية البطولة. إذا حيثما يحتاجون إلي في منتخبنا الوطني سأكون هناك، وسوف أكرر ما فعله اللاعبون الآخرون وأن أخدم منتخب وطني. Ouais. Écoute, c'est gentil. Après, je pense qu'en termes d'intensité, ما قاله aussi qui sont pas mal. أظن أن هذا أمر جميل. هناك فرق أخرى، إنجلترا، البرازيل، وهم هناك الكثير من الفرق المتميزة، ولكن نحن لعبنا وفقا لقيمنا، وفقا لأسلوبنا، ولم ننسى ماضينا. Aujourd'hui, on est l'outsider. On connaît nos qualités. إن أردنا أن نواصل التقدم يجب أن نعرف ما هي نقاط قوتنا وما هي نقاط ضعفنا. نحن نعلم أننا قوي، فريق متماسك، وهذا ما يجب أن نركز عليه. يجب أن لا ننجرف بالسعادة العارمة وبالفرحة. يمكننا أن نبلي بلاء أفضل من ذلك، وبالتأكيد ستكون غلطة كبيرة أو خطأ كبير إن انجرفنا في هذه السعادة العارمة. يجب أن نواصل طريقة لعبنا، ويجب أن نحافظ على وتيرة اللعب، ويجب أن نضمن ونتأكد من أن نبذل قصارى جهدنا. هم سوف يهاجموننا مباشرة وسيحاول أن يسجلوا في وقت مبكر في أول، ولكن إن تمكنا من تجاوز الشوط الأول بعد ذلك سيصعب الأمر عليهم أكثر فأكثر. مع استمرارية المباراة بالتأكيد سوف نحاول أن نحافظ على الأمر بهذه الطريقة. سؤالي للسي وائل الركراكي بعد التهاني ان شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق في المباراه المقبله. سؤالي للمدرب الركراكي، تهانينا لكم. اليوم كتعتقد بان العقليه المغربيه فعلا تغيرت؟ الهدف اللي كنتي كتسعى عليه هو اننا ما نبقاوش نجيو نديرو ان بريزونطاسيون هنايا ولا بريستاسيون ونمشيو وحنا كنبكيو باننا درنا مباريات كبيره ولكن ما حققناش نتائج. واش اليوم العقليه تغيرت؟ ثم باش ما تكونش هذه المرحله استثنائيه فقط ونرجعوا للعهد السابق، اشنو يخص كره القدم الوطنيه باش تبقى غاده في الاستمرار ديال هذه النجاحات اللي تحققت اليوم مع وليد الركراكي؟ شكرا. لا تبدلت باسكو لي ريزولتا فون كو بزاف منا غنبدلو. نعم نحن تعاملنا مع هذا الإدراك. نعم الأمور تبدلت وتغيرت. طبعا كلما اختبرتم مثل هذه المناسبات سوف تفرحون بنفس هذه الطريقة، والكثير من الفرق الأخرى تشاهدنا وتراقبنا وتتمنى أن تكون في مكاننا، ولكن مع الاتحاد ومع الأندية يجب أن نضمن أن كل شيء في مكانه الصحيح، وهذا هو الدرب الصحيح. الفرق الأفريقية حققت تقدما كبيرا في هذا المجال. هناك دوري ممتاز يتم تأسيسه في أفريقيا، ونريد أن نستثمر في كرة القدم في جميع أرجاء القارة، ويجب أن يكون هناك متقدم، هناك مبادرين، هناك رواد في هذا الأمر. إن تمكنا من أن نكون ذلك الرائد لكي يبين للآخرين الدرب فإن هذا أمر سيكون رائعا. نحن نحقق تقدما كبيرا، نستثمر في البنية التحتية في المغرب ونحاول أن نغير العقلية. إن تمكن اللاعبين أن أي شيء ممكن، إن كان هناك إيمان ويقين في هذا الأمر، وهذا هو القصد من كرة القدم، أن نجمع الناس وأن الناس يمكن للناس أن يحلموا، وهذا ما يحققه كأس العالم. هذا أناس من خلفيات وأصول مختلفة جميعا هنا في قطر. نحن نقدم
هذا العرض الكروي لكي نبين ونثبت أن أي شيء ممكن وأن نحصل على دعم الشعوب والناس. ولكن أريد من الآخرين أن يحملون على محمل الجد من حيث وأن كنا وأن نأخذ على أننا تهديد للآخرين. We held at 6 p.m. in Dubai Stadium and will be open for 15 minutes. Thank you for your comments and your attention. Thank you, coach.